من شعاع نور لرمز للفرحة، ليل القاهرة اتغير في لحظة واحدة. الحكاية مشهورة ومعروفة للكل. لما الناس خرجت تستقبل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في المدينة الجديدة، القاهرة الجديدة. لا مش في التجمع، ما هي القاهرة ساعتها كانت لسه مدينة جديدة، والخليفة الفاطمي المعز لدين الله كان جاي يشوفها لأول مرة بعد ما بناها قائد جيشه جوهر الصقلي. الناس خرجت تستقبل الخليفة بالشموع، وعلشان الهوا ما يطفيش الشمع حطوا الشمع في قفص خشبي متغطي بحتة جلد أو حتة من القماش. وكان الكلام ده في ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم سنة 362 هجرية، ودي كانت شهادة ميلاد بطل شهر رمضان، الفانوس. ومن يوميها بقى رمضان هو شهر النور. بس اللي كتير مننا ما يعرفوش ان شغف المصري بالنور اقدم من كده بكتير. الحكاية اعمق بكتير من مجرد ترحيب. في نصوص الاهرام في الدولة القديمة، وتحديدا قال لنا العالم ألان جاردنر في كتابه، بنعرف ان كلمة اخ في المصرية القديمة بترمز للروح النورانية، ومشتقة من فعل بالهيروغليفية ترجمته يعني يضيء او يلمع. المصري القديم كان بيؤمن ان النور هو جوهر النجاة. وحكى المؤرخ هيرودوت في كتابه ان كان في عيد زمان اسمه عيد المصابيح في مدينة سايس اللي هي دلوقتي في محافظة الغربية. كان المصريين في العيد ده بينوروا أناديل زيتية قدام بيوتهم طول الليل. يعني فكرة الاحتفال بالنور هي جينات مصرية أصيلة. المقريزي بيقول لنا في كتابه إن الفوانيس في العصر الفاطمي كانت بتصنع بدقة شديدة جدا، وكان في سوق للفوانيس مخصوص. وبيأكد لنا المقريزي إن صناعة الفانوس كانت فن من فنون الهندسة، وكان بيقول إن في أشكال كتير أحجامها ممكن توصل لأمتار. الفانوس ما كانش مجرد لعبة، دي حالة بتلعب فيها الهندسة مع الضوء. النقوش والزخارف اللي عليه كانت وما زالت بتخلق ظلال بتحول أي مكان عادي لمكان مقدس مليان روحانيات. فانوسك النهاردة هو النسخة المتطورة من مشعل جدك المصري القديم وقنديل جدك الفاطمي. نورك يا مصري لسه شغال ما بيطفيش. قولولنا في التعليقات ايه أكتر شكل فانوس لسه بيحسسك برمضان، وتفتكروا لو الفانوس فضل شموع زي زمان كان رمضان هيبقى له نفس الطعم؟ شاركونا حكاياتكم مع أول فانوس في حياتكم، واستنونا في حكاية جديدة من أصلها إيه مع بتوع الآثار.